لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الولد المسعف حكى وياي قال طبوا عصابة على والدك، طعنوه سكاكين. أول طعنة كانت بظهره لأنه غدر، وبعدين كملوا عليه طعنات ببطنه وبخاصرته. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. بالفيديو شاهد لحظة اغتيال المحامي عدنان النعيمي ومداهمة منزل المتهمين في بغداد والقبض عليهم. نشرت قيادة شرطة بغداد اليوم مقاطع فيديو للحظة اغتيال المحامي عدنان النعيمي داخل مكتبه في منطقة الدورة، بالإضافة إلى عملية مداهمة منزل المتهمين بالجريمة واعتقالهم خلال وقت قياسي. وتظهر كاميرات المراقبة شخصين كانا يتابعان المحامي النعيمي ودخلوا إلى مكتبه بعد وصوله بدقائق وأردوه قتيلا قبل أن يلوذوا بالفرار. وبحسب الفيديوهات التي نشرتها شرطة بغداد، فقد داهمت قوة أمنية منزل المتهمين واعتقلتهم خلال أقل من 24 ساعة على اغتيال المحامي، وذلك بعد أن أظهرت كاميرات المراقبة وجوههم. وأضاف المصدر أنه وبحسب التحقيقات الأولية فإن جريمة القتل تمت بعد مشاجرة بين المحامي والقتلة تطورت لاستخدام الأسلحة البيضاء. وتابع أن الأجهزة الأمنية تمكنت من الوصول إلى القتلة بعد تتبعهم بكاميرات المراقبة. كانت نقابة المحامين العراقيين أعلنت مساء يوم الخميس عن اغتيال أحد أعضائها من قبل مجموعة أشخاص جنوب العاصمة بغداد دون الإفصاح عن هوية الجناه. وذكرت النقابة في بيان لها أن مجموعة لم يتم التعرف عليهم حتى تم التعرف عليهم لاحقا اقتحموا مكتب المحامي عدنان النعيمي في جنوب بغداد وقاموا بطعنه بالسكاكين حتى الموت. وأشارت النقابة إلى أن الكاميرات أظهرت وجوه الجناه، كما تم العثور على هاتف نقال يعود للجناه سقط أثناء العملية، مضيفة أن رئيس غرفة محامي الدورة توجه إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية ومتابعة القضية سعيا للتوصل السريع لمعرفة الجناه وإلقاء القبض عليهم بأسرع ما يمكن لينالوا جزاءهم العادل. وقالت نقيبة المحامين العراقيين أحلام اللامي أنه تم إلقاء القبض على قتيل المحامي عدنان النعيمي. وقالت اللامي في تسجيل صوتي إن المتهمين اعترفوا بجريمتهم النكراء وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لنيل جزاءهم العادل. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم. وأكد بيان نقابة المحامين العراقيين أنهم يتابعوا تفاصيل الحادث مع القوات الأمنية. وتوجه رئيس غرفة محامي الدورة إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية ومتابعة القضية سعيا للتوصل السريع لمعرفة الجناه
وإلقاء القبض عليهم بأسرع ما يمكن لينالوا جزاءهم العادل. ووعدت نقابة المحامين بإعلانها التفاصيل الأخرى فور الحصول على المعلومات الدقيقة. وكشف أهل المحامي المغدور عدنان النعيمي أن ابنهم قتل ب31 طعنة بالسكين، وطالبوا بالقصاص من القتلة. قال القانوني أمير الدعمي إن مسلسل اغتيالات المحامين مستمر ولن ينتهي في ظل غياب الرؤية والإرادة في توفير بيئة آمنة لعمل المحامي. وذكر الدعمي أنه تتكرر حالات استهداف المحامين في ظل غياب الوعي القانوني لدى المواطن وغياب الدولة في حفظ الأمن وقطع دابر الجريمة. وأضاف أن مسلسل اغتيالات المحامين مستمر في ظل غياب الرؤية والإرادة في توفير بيئة آمنة للمحامي وانتشار الجهل والأمية في عمل المحامي الذي يكون عمله في صلب تطبيق القانون. وتبع أن هذا المسلسل الذي فيه المحامي هو الحلقة الأضعف لن ينتهي. وأعلنت نقابة المحامين العراقيين مساء يوم الخميس عن اغتيال أحد أعضائها من قبل مجموعة أشخاص داخل مكتبه جنوب العاصمة بغداد. وقال اللامي خلال وقفة نقابة المحامين العراقيين في محكمة استئناف الكرخ إن الجريمة التي طالت أحد المحامين من مكتب انتداب المحمودية تعتبر واحدة من الجرائم البشعة. عزاؤنا أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الجناه خلال وقت قياسي، وتم تدوين أقواله من قبل الجهات القضائية، وهذا برمته يعتبر نصرا للأجهزة الأمنية والجهات القضائية. وفي ذات السياق طالب محامون بضرورة التنسيق الأكبر بين المحاميين والأجهزة الأمنية لضمان حمايتهم وتجنب الاعتداء عليهم، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون هناك إجراءات أمنية أكثر دقة لحماية هذه الشريحة أسوة بالموظفين في القطاع الحكومي. وقد تمكنت القوات الأمنية من اعتقال شخصين بتهمة قتل محامي في بغداد. وقال مصدر أمني إن قوة أمنية اعتقلت المتهمين بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذ العملية. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.